بسم الله الرحمن الرحيم. ألقي التحية والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أرحب بكل الطلاب الكرام. نحن الآن على مشارف البداية والانطلاق اتجاه مسيرة العلم والازدهار. تحيا الأمل، تحيا المستقبل. إن شاء الله في هذه المحاضرة هناخد باسج قطعة مهمة جدا. من خلال هذه القطعة طبعا نستفاد من خلال القطعة الكثير والكثير من الوردز، يعني الكلمات أو الفوكابرز اللي احنا طبعا محتاجينها في اللغة. وأيضا بعد كده إن شاء الله هناخد essay questions، يعني أسئلة مقالية، وكيف نستخرج أو نعمل extraction اقتباس الإجابة الصحيحة من داخل الباسج القطعة. إن شاء الله طبعا لا ننسى اللايك، عشان طبعا اللايك ده بيعمل على سرعة انتشار الفيديو، وطبعا زي ما قلت هو اللايك ده بيبقى فري، يعني مجانا. وطبعا لو مش مشترك تشترك حضرتك في القناة وتفعل زر الجرس أهم حاجة عشان يوصل لك الشعر إن شاء الله. نبدأ على بركة الله المحاضرة. ريد يعني اقرأ أو اقرأي. طبعا أنا هاخد القطعة كلمة كلمة، حرف حرف. ريد بمعنى اقرأ أو اقرأي، يعني تنفع للمذكر تنفع للمؤنث. ذا اللي هي الألف واللام، طبعا ديت معرفة. فلون، فلون يعني الآتية. طبعا بالنسبة فلون ما اقولش فلوينج، فلوينج لا غلط، فلون فلون. يبقى إذا يا جماعة على مسؤوليتي، ماي ريسبونسابيلتي، أي كلمة فيها حرف جي في الآخر كأنه مش موجود، كأنه مش موجود، يكتب ولكن لا ينطق. زن، كلمة زن يعني ثم أو بعد ذلك. أنصر، أجب أو أجبي. ذا اللي هي الألف واللام. questions، questions الأسئلة. وطبعا questions جمع question سؤال. طبعا الشطار بنلاحظ ان هنا في طبعا تقريبا ما يقرب من 4 مسافات كده، تمام. ده عشان طبعا دي بداية، بتعرفنا ان دي بداية الباسج اللي هي القطعة او الكومبريهنشن الفقرة. last Friday، last Friday. last يعني السابقة أو الماضية، Friday الجمعة، يبقى يوم الجمعة last الجمعة الماضية أو الجمعة السابقة. نهى، بنت واحدة اسمها نهى. had كان عندها. كان عندها. طبعا أنا ليه قلت كان عندها؟ لأن had الباست الماضي من verb have. اكتبوا لحضراتكم have هذا الفيرب كتير جدا بيقولوا عليه have، لا النطق الصحيح have لانه هنا في اللي هي بتاخد حرف الفي. زي مثلا لما اقول انا ساكن في فيلا ولا في فيلا، المفروض فيلا. فبالنسبه للفيرب have مهم جدا جدا جدا، وهو بمعنى يملك او عنده او يتناول او يتعاطى. يبقى اذا بتترجم حسب موقعها في الجمله. نركز لو سمحت يا جماعه عشان الفيرب ده مهم جدا. طيب هناخد مثلا الفيرب مثلا بسرعه كده. لما اجي اقول I have a car. I have a car يعني انا عندي سياره او انا امتلك سياره. طيب لما اجي اقول I have breakfast. I have my breakfast. I have breakfast. I have my breakfast. هنا بقى معناها بتناول، هنا معناها بتناول. طيب I have drugs. I have drugs. هنا بقى معناها
يتعاطى المخدرات. هنا have بمعنى يتعاطى، والأعوذ بالله هنا معناه أنا أتعاطى drugs اللي هي المخدرات. طيب إذا نستنتج أن شطار إن بالنسبة ل have بمعنى يملك أو عنده أو يتناول أو يتعاطى. طيب بالنسبة احنا قلنا في الجملة دي I have drugs يعني أنا بتعاطى المخدرات. طيب في بقى كلمة اسمها addiction اللي هو الإدمان. addiction طبعا برضه الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا، اسمها addiction. addiction يعني الإدمان، اسمها ايه؟ addiction اللي هو الإدمان. نكمل القطع شطار. طبعا ادي أداة نكرة تستخدم مع الاسم المبدوء بحرف ساكن. وطبعا قلت قبل كده شطار بالنسبة لعدد الحروف عددهم 26. في منهم 5 only اللي هم الفاول ليترز الحروف المتحركة اللي هم الخمسة. وفي منهم طبعا 5 نقص منهم ال 26، اذا الباقي 21 حرف ساكنين. طبعا بالنسبه للحروف المتحركه هديها لكم تاني عشان مهمه جدا 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 جدا. هم طبعا عددهم 5 only 5 فقط. عندنا حرف A وده اسمه A ما اسموش A، اسمه A طبعا كده كابيتال وسمول له شكلين، الشكل ده صح والشكل ده، الاتنين صح، بس طبعا ده كمبيوتر وده مانوال يدوي. بعد كده عندنا حرف ال اسمه ما اسموش لا اسمه طبعا ده كابيتال سمول بالشكل ده. بعد كده عندنا حرف الاي كده كابيتال سمول واحد وعلى نقطة. بعد كده عندنا حرف الاو كابيتال سمول بنصغرها. وبعد كده عندنا حرف اليو اللي هو اخر حرف سمول بنصغره. يبقى اذا الحروف المتحركه يا جماعه دول مهمين جدا 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 جدا، very important so much، مهمه جدا لان طبعا هنحتاجها كتير في اللغه. يبقى عندنا حرف الاي وحرف الا وحرف الاي وحرف الاو وحرف اليو، دي الحروف المتحركه اللي احنا قلنا عددهم 5. فلما نقص الخمسه من ال 26 اذا هيبقى الباقي 21. اذا الحروف الساكنه اللي هي consonant letters الحروف الساكنه بيبقى عددهم 21 حرف. اذا بالنسبه لكلمه birthday، كلمه birthday اللي يعني عيد ميلاد. طب البيرثداي بتنتهي بحرف البي، حرف البي ده يا ترى ساكن ولا متحرك؟ طبعا هنلاقيه ان هو كونستانت ساكن. طب ساكن ليه؟ عشان مش من ضمن الخمس حروف اللي احنا قلنا عليهم اللي هم المتحركين، ليس موجود منهم لازم موجود معاهم حرف البي. فاذا الاي ده اداة نكرة تستخدم مع الاسم المبدوء بحرف ساكن. بارتي يعني حفلة، on Thursday قلنا معروفة ان هي بمعنى على او بتيجي بمعنى على وبمعنى في لو يعني معاها المانثs الشهور او الدايز الايام. طبعا Thursday ده يوم الخميس، فاذا بتاخد on ما بتاخدش in. يعني انا دلوقتي انا عايز اقول في الخميس، في يوم الخميس، ما اقولش بقى ان ليه اي ان هي ان في، بس ان ما بتجيش مع الدايز الايام، عشان كده ان طبعا غلط. يبقى الصح هو اون، بالرغم من اون لا معنى اخر على، ولكن طبعا حسب موقعها في الجمله. يبقى اذا اون تأتي مع الدايز مع الأيام، وتيجي أيضا مع البانسز الشهور. نهى
and her and her دي طبعا دي صفة ملكية بتعود على نهى. her mother والدتها. went ذهبوا طبعا انا بالنسبة لوينت شطار ده في الباست، في الماضي، في صيغة الباست الماضي. went الماضي من جو، نركز لو سمحت، الماضي من جو. عندنا الفيرب اسمه go، اسمه ايه؟ go went gone. go went gone. go went gone. جو يذهب، وانت ذهب، جان ذهب. بس الفكره ده بنستخدمه في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط، وده بنستخدمه في زمن الباست سيمبل الماضي البسيط، وده بنستخدمه في زمن البريزنت بيرفكت المضارع التام، او الباست بيرفكت الماضي التام اللي هو اسمه التصريف الثالث اللي هو البي بي. يبقى هنا عندنا her mother نهى وهير mother والدتها went ذهبوا to الى، طبعا to الى ده حرف جر، ذا الالف اللي احنا قلنا على الاداه المعرفه الالف واللام. shops اللي هي المحلات، ما قلتش shops لا خطا، shops اللي هي المحلات. طبعا shops الجمع shop اللي هو محل، ولا معنى تاني يتسوق، معنى محل او يتسوق، جاي من شوبين واحد راح يعمل شوبين، ما قلتش شوبينج لا شوبين اللي هو التسوق نفسه. to buy أن يشتروا، هنا to بمعنى أن مش معنى إلى، هنا to أن يشتروا، buy يشتروا، food الطعام أو الأغذية، for عشان أو من أجل، the party الحفلة. زي هم، طبعا هنا شطار بالنسبة لزي بتحل محل اثنين، من هما؟ نهى وهير ماذر والدتها. went ذهبوا on foot يعني على الأقدام، سيرا على الأقدام. طبعا نلاحظ يا شطار ان هنا on جت بمعنى على، on هنا on جاءت بمعنى على. foot اللي هو الأقدام. they هم bought اشتروا. الماضي bought الماضي من باي يشتري. التصريف الثاني bought والتصريف الثالث ايضا bought، يبقى باي bought. كيكس اللي هي الكيك، and sweets والحلويات، and و abacks. نلاحظ ان قالت نكره مبدوء مع الاسم مبدوء بحرف ساكن وحرف البي فعلا من الحروف الساكنه، عشان كده خد اداه النكره طبعا اداه النكره شطار هما اتنين، في برضو هاخدوهم برضو بحيث بقى يعني عندكم خلفيه كامله. في عندنا وفي عندنا تأتي مع الاسم مضروب بحرف ساكن، بينما تأتي مع الاسم مضروب بحرف متحرك. لما أقول مثلا an apple أو an apple يعني تفاحة. طيب a box وعلب من شوكولات، من الشوكولاتة. نهس فريندز يعني أصدقاء. نهى كيم يعني أتوا أو جم. طبعا كيم الباست الماضي من verb come اسمه ايه؟
come يبقى عندنا come عندنا came دي في الماضي، المضارع منها come اسمه ايه؟ come يعني يأتي. التصريف الثاني came، التصريف الثاني came، والتصريف الثالث come. يبقى come came come came come. احيانا بيبقى الثالث نفس الاولاني، الثالث بيبقى نفس الاولاني. Two friends came to the party. هم اصدقائها جم الى البارتي، الحفل. They هم gave her اعطوها presents يعني الهدايا. طبعا يا شطار بالنسبة للبريزنتس جمع present وكلمة present لها 4 معاني. نركز لو سمحت عشان طبعا الكلام ده مهم جدا. كلمة present كلمة present لها 4 معاني. تيجي بمعنى مضارع، تيجي بمعنى الحاضر، تيجي بمعنى هدية، تيجي بمعنى يقدم. يبقى لها 4 معاني: مضارع، الحاضر، هدية، يقدم. طبعا بيترجم حسب موقعها في الجملة. طبعا بالنسبة هنا طبعا لما اضيف حرف الاس اصبحت بريزنتس يعني الهدايا. طيب بالنسبة في كلمة تانية بتحمل معنى هدية، gift يعني هدية. gifts هدايا. they هم spent يعني قضوا. الماضي من spend يقضي، الماضي من spend اللي هو يقضي. فعندنا الفيرب اسمه spend يقضي. spend يعني يقضي، ولا معنى تاني يصرف. يبقى spend بمعنى يقضي او يصرف، طبعا الفيرب ده مهم جدا. الماضي منه بحذف حرف الدي وبضيف حرف التي، اصبح spent والتصريف الثالث ايضا spent. يبقى spent. طيب يبقى اذا spent شطار بمعنى يقضي او يصرف. A very good time يعني وقت جميل او وقت ظريف. playing games في لعب الالعاب. playing اللي هو اللعب، games الالعاب. بكده يا شطار انتهينا من القطعة واخدناها طبعا بالتفصيل. نبدأ بقى يا شطار نحل على بركة الله الأسئلة. السؤال الأول بيقول ايه؟ Why did Noah and her mother يعني لماذا أو ليه نهى وهير ماذر ووالدتها ذهبوا to the shops إلى المحلات. راحوا للمحلات. نهى وهير ماذر ليه راحوا المحلات؟ طبعا يا شطار هنا المسؤول هنا عن صيغة الماضي الباست ليس الفيرب، يعني هنا جو ده في صيغة المضارع، ولكن الجملة في صيغة الباست الماضي، لأن المسؤول هنا الهيلب فيرب اللي هو الفعل المساعد، والفعل المساعد هنا did. يبقى did هنا تعرف فعل مساعد، هيلب فيربس فعل مساعد. يبقى إذن شطار المسؤول عن صياغة الجملة في زمن الباست
الماضي او في صيغة الباست الماضي ليس الفيرب ولكن الهيلب فيرب اللي هو الفعل المساعد. نركز عشان المعلومة دي مهمة جدا جدا، المعلومة دي مهمة جدا. يبقى هنا الجملة في صيغة الماضي بالرغم ان الفيرب في صيغة البريزنت المضارع، جو جو جو، ولكن الجملة في صيغة الماضي عشان الهيرب فيرب في صيغة الماضي did والمضارع منه do. يبقى إذا لو الجملة فيها did يبقى كده ماضي، لو الجملة فيها do يبقى كده الجملة في صيغة المضارع. طيب نعود نفسنا بقى شطار دلوقتي. السؤال ده في صيغة الباست الماضي، يبقى إذا طبيعي الأنسر الإجابة هتكون أيضا في صيغة الباست الماضي. طيب هنجاوب بقى على هذا السؤال بصيغة بإجابة نموذجية. لماذا نهى ووالدتها ذهبوا أو راحوا الشوبس المحلات؟ الإجابة النموذجية هنقول نهى and her. طبعا بالنسبة هنا السؤال بدأ بواي، لماذا؟ يبقى هنجاوب because لأن because لأن إيه بقى؟ لأن نهى and her mother went ذهبوا to the shops المحلات. طبعا ممكن احل محل، يعني ممكن اكتب الضمير زي اللي هم بدل نهى وهير ماذر، يعني دي صح ودي صح. يعني ممكن اكتب زي هم بيحل محل، اختصر يعني اعمل ابريفيشن اختصار، دي صح ودي صح. ذهبوا الى المحل to buy عشان يشتروا food الطعام for the party إلى من أجل أو عشان البارتي اللي هي الحفلة. ممكن بقى نعمل ابريفيشن اختصار، أقول بقى إجابة أخرى، أقول because اللي هي الكلمة دي because لأن they هم wanted أرادوا to buy أن يشتروا بقى إيه؟ food for the party عشان الحفلة. شوف السؤال بعد منه. What did Noah's friends give her؟ يعني ماذا أعطوا أصدقاء نهى في البارتي في الحفلة؟ ادوها إيه؟ طبعا الإجابة النموذجية هتبقى Noah's friends gave، بدل give هتبقى gave. هنخلي طبعا الإجابة في صيغة الماضي gave her يعني أعطوها. طب أعطوها إيه؟ presents اللي هي طبعا الهدايا. they gave أو الإجابة they gave أعطوها her presents. أعطوها إيه؟ her presents أعطوها الهدايا. شوف السؤال بعد منه، السؤال الثالث الأخير. نهى and her mother، نهى ووالدتها went ذهبوا to the shops المحلات space not after بعد the party بعد الحفلة، ولا on Friday في يوم الفرايداي الجمعة، ولا
on Thursday في يوم الخميس. هنا السؤال بيقول the friends Noah and her mother. Noah and her mother والدتها ذهبوا المحلات. طب on Friday الجمعة ولا on Thursday الخميس؟ طبعا هنشوف القطعة، نراجع القطعة اهو. on Thursday اللي هو يوم الخميس. هم راحوا المحلات يوم الخميس مش يوم الجمعة، يبقى الإجابة الصحيحة on Thursday اللي هو يوم الخميس. لكن الحفلة بتاعتها كانت يوم الفرايداي، كانت يوم الجمعة، لكن هم راحوا يوم الخميس عشان يشتروا الفود، الطعام او الاغذية عشان البارتي، الحفلة. طيب بالنسبة السؤال الرابع الاخير the friends الاصدقاء played لعبوا games العاب space نقط at home في المنزل. هنا قاعد